بسم الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هجيب لك خلاصة تجربتي مع القلاية في شوية حاجات أنا عملتها فيهم. أنا حمرت فيها الفراخ البلدي، وطبعا نتيجتها كانت حلوة جدا 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 فوق ما تتخيلي. أهم حاجة الناس اللي بتقول إن هي مش حلوة، لا بتطلع الأكل مجلد، لا الأكل مش مستوي، انتي في تكنيك معين للتعامل معاها. أول حاجة انتي بتعملي الحاجة على درجة حرارة، لو هي مثلا عندك 200 هتبتدي ب 160. اما الحاجة تبتدي تحمر بعد كده بقى علي درجة الحرارة، يعني هتعلي الدرجة للحاجة، يعني عايزاها حمرة قوي ومحمرية وناشفة قوي علي قوي، عايزاها اقل من كده يبقى تنزلي بدرجة الحرارة. زي ما انتوا شايفين الفراخ ما شاء الله. طبعا معروف ان تحمير الفراخ البلدي ده بيبقى مزعج، والزيت يقعد يطرطش ويغرق الدنيا وكده. وهنا برضو دي الفراخ البيضة شلتها دوب، دي فراخ بيضة مسلوقة عادية خالص، حطيت ولا عليها نقطة زيت ولا اي حاجة. درجة الحرارة بخليها على 180 وعلى ربع ساعة. ده هنا برضو فراخ نص فراخ بلدي على حمام، طبعا ملكوش دعوه بالحمام ان هو صغير وكده، ده حمام بلدي زي ما انت شايفه. في نص البرنامج اخد معايا لون مصفر، انا عايزاه احمر اكتر، وده ما بدلوش اي زيوت خالص، يعني زي ما انت شايفه كده منه طبيعي منه فيه. كل الحاجات دي ما خدتش اي زيوت يا جماعه، كل اللي فات ده ما حطيتش ولا معلقه زيت حتى. فيش اكتر من ان انا فرشه ورقه زبده بس في الارضيه علشان خاطر يعني احافظ على القلايه تفضل نظيفه شويه. زي ما انت شايفه تحمير الحمام معايا عامل ازاي، هو طبيعي منه لنفسه. انزلي بدرجة الحرارة ل 160 أو 165، تبتدي تصفر، قلبي من الناحيتين. عايزة تخرجيها زي ما انت شايفة دي دهون ودي حاجات خارجة من الحمام والفراخ والكلام ده كله. زي ما انت شايفه النتيجه حلوه جدا، تستاهل الفلوس، تستاهل الفلوس اللي بتدفع فيها. طبعا انا النوع بتاعي هنرش الماني 8 لتر، جايباها من شركه السليمانيه. صراحه مريحاني جدا جدا جدا، لا دخان في المطبخ، ومش عارفه الصراحه يعني، لا دخان في المطبخ ولا زيوت ولا استهلاك. دول كيلو ونص بطاطس، هنا هحط عليهم معلقه واحده فقط، معلقه اكل كبيره. غسلت البطاطس وهحط المعلقه دي، وزي ما انت شايفه في الطبق كده هقلبهم. يا رب لا انا حطيت هنا معلقتين، ورغم كده البطاطس طلعت تحس ان هي فيها زيت، يعني كان يكفي معلقه واحده فقط. هتحطيها كده وتقلبي البطاطس بتاعتك فيهم تقليبه. البطاطس دي انا قطعتها وحطيتها في ميه سخنه حوالي 5 دقايق. بعد كده هنزل فيها بالقلايه، يعني انا قطعت البطاطس سميكه شويه مش رفيعه، حطيتها في ميه سخنه مغليه 5 دقايق، وبعد كده نشفتها خفيف في مصفى، وحطيت عليها زي ما انت شايفه معلقتين الزيت، كان يكفي معلقه واحده فقط. وهحطها على برنامج البطاطس اللي هو 15 دقيقه. طب الناس اللي عايزه مثلا خايفه قلقانه من موضوع الكهرباء او كده، بصي يا ستي وانت واقفه في المطبخ شغلت القلايه، شيلي فيشه التلاجة، يعني جهاز قدام جهاز. لو عندك ديب فريزر وتلاجة شيلي الاتنين وشغلي القلايه في الوقت اللي القلايه شغاله فيه. يعني احنا بنحافظ شويه، يعني بقاش اكتر من جهاز شغال في نفس الوقت. ولما تخلصي ارجعي تاني حطي فيشه التلاجة وفيشه الفريزر، فاحنا كده هنعمل توازن في الاستهلاك. زي ما انت شايفه كده في نص البرنامج اخدت معايا اللون الاصفر، وبعد كده هقلبها. لما تبتدي تاخد معايا الاصفر اللي هو داخل في السوا ده، انا هعلي بعد كده درجه الحراره. يعني انا هنا منزلاها مثلا ل 180، هعملها ل 200. ودي البطاطس اللي هي بتبقى مسلوقه اللي احنا بنجيبها صغيره دي، ونقسمها نصين ونسلقها في البطاطس اللي هي ايه اللي بتتسلق في توم وكمون والكلام ده، وتحط عليها معلقه زيت واحده وبتعمل معاكي كميه. هنا بقى تجربتي مع السمك المقلي، وناس كتير بتقلق منه. زي ما انت شايفه قلتلك اعملي السمك بالتتبيله العاديه خالص اللي عليها دقيق، ورش عليها بفرشه او حاجه كده زيت رايح جاي. انزلي بدرجه الحراره على 160، طبعا البرنامج اداكي 20 دقيقه. في نص البرنامج لما تبتدي تصفر وقلبناها من الناحيتين، في الاخر بعلي عليها درجة الحرارة ما بتتجاوزش ال 180 درجة، وعلى حسب اللي بحب ناشف يعلي درجة الحرارة، بتحب الحاجة طرية شوية انزلي بدرجة الحرارة. ودي كانت نتيجة السمكة بتاعتي
لو عايزه اعلى من كده في درجه الحراره عليها، او حمار اكتر من كده عليها على 200 على حسب حبك. الفكره في الموضوع ما تبتديش بدرجه حراره عاليه وبعد كده هتنشف وهتحرق معاكي وهتلاقي الحاجه مجلده، لا انزلي بدرجه الحراره 160 165 وهتلاقي الدنيا ظبطت معاكي وهتلاقيها زي الفل، هتعمل معاكي كل حاجه. دي نتيجه السمكه المقليه، اخدت مسحه زيت، مسحه زيت فقط، وزي ما انت شايفه حاطه تحتها ورقه زبده شفطت كل الزيت الباقي. ودي كانت تجربتي معاها، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير، ومع السلامه.